معنا في الحلقة 97 من سلسلة التعريف بالصحابة غير المشهورين الصحابي الجليل خفاف بن عمير الشهير بخفاف بن ندبة نسبة إلى أمه، هو ابن عم الخنساء شاعرة بني سليم، صحابي جليل وشاعر مخضرم، ولد قبل البعثة ب40 أو 50 سنة، وقوم خفاف من أشرف بيوت سليم وأسماها منزلة. قال عنه الأصمعي: خفاف من فرسان العرب المعدودين. وقال الثعالبي: كان شاعرا شجاعا وقلما اجتمع الشعر والشجاعة في واحد. لا يعرف بالتحديد متى أسلم خفاف بن ندبة رضي الله عنه، ولكن الظاهر أنه أسلم عام الفتح أو قبل الفتح بقليل، لأن عام الفتح هو العام الذي أسلمت فيه سليم، وجاء وفدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه العباس بن مرداس، فأسلموا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدما. ففعل بهم ذلك، وشهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وكان ذلك في العام 8. لم تذكر المصادر التاريخية اسم خفاف في وفد بني سليم، فلعله جاء منفردا أو جاء قبلهم وسبقهم في الإسلام، لأنه لم يكن مغمورا رضي الله عنه وأرضاه. خفاف بن ندبة رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ومعه لواء بني سليم، وشهد حنينا والطائف رضي الله عنه وأرضاه. قال الواقدي: كان في بني سليم 3 رايات: راية مع العباس بن مرداس، وراية مع خفاف بن ندبة، وراية مع الحجاج بن علاط. وأظنكم لازلتم تتذكرون الحجاج بن علاط رضي الله عنه، والذي ذكرناه في حلقة مميزة. ثبت خفاف بن ندبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتد كثير من العرب وتبرأ من كثير من قومه، لأن كثيرا منهم كانوا قد ارتدوا عن الإسلام. مدح أبا بكر رضي الله عنه ورثاه بعد موته بأبيات تدل على إسلامه وعمق إيمانه وصدق صحبته. عاش خفاف بن ندبة رضي الله عنه حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أجمعت المصادر التي تناولت حياة خفاف بن ندبة على ذلك، وحدد البعض سنة وفاته بأنها سنة 20 موافق 640 من الميلاد.